لو في فكرة مسيطرة على دماغ أي حد في مجال الذكاء الاصطناعي فهي إن المودلز العملاقة هي كل حاجة. النهاردة بقى إحنا جايين نكسر الفكرة دي خالص. هنتكلم عن الأبطال اللي شغالين في الخفاء، ال Small Language Models أو ال SLMs، وهنشوف إزاي ممكن يكونوا هم مستقبل ال AI Agents. دايما بنسمع عن السباق المحموم ده. كل شركة بتطلع موديل أكبر من اللي قبله، بس خلينا نسأل نفسنا سؤال مهم: هل فعلا الأكبر هو دايما الأحسن؟ السؤال ده بالذات هو اللي هنبني عليه كل كلامنا النهاردة. ودي خريطة الطريق بتاعتنا. هنبدأ نفهم الأول ليه الموضوع ده مهم أصلاً، بعدين نعرف يعني إيه SLMs وإزاي بتشتغل وبنستخدمها فين. بعدها نعمل مقارنة سريعة بينها وبين ال LLMs الكبيرة، وفي الآخر هنلخص كل حاجة وهقول لكم على الخطوات الجاية للي مهتم. يلا بينا نبدأ. طيب نيجي لأول سؤال، ليه وجع الدماغ ده كله؟ ليه فجأة بنتكلم عن مودلز صغيرة في عالم مهووس بكل حاجة عملاقة؟ الإجابة ببساطة في حجم السوق الضخم جدا بتاع ال AI Agents. بصوا على الرقم ده. متوقع إن حجم سوق الإيجنتك AI اللي هي البرامج الذكية اللي بتنفذ مهام لوحدها هيوصل ل 200 مليار دولار كمان 10 سنين. ده رقم مش طبيعي، ومعناه إن الطلب على الحلول الذكية دي هيبقى رهيب. والأهم إن الحلول دي لازم تكون فعالة وما بتتكلفش كتير. وفي نفس الوقت شوفوا حجم الاستثمارات اللي رايحة للبنية التحتية بتاعة المودلز الكبيرة دلوقتي، 75 مليار دولار. واضح جدا إن الصناعة كلها ماشية ورا فكرة الأكبر هو الأفضل. بس هل ده هو الحل المستدام الوحيد؟ هنا بقى بيبدأ الكلام يبقى شيق. ومن هنا بيجي دور السمول لانجويج مودلز. ممكن نعتبرهم كده الأندر دوج، البطل الصغير اللي محدش كان عامل حسابه، بس ممكن يطلع هو الحل لمشاكل كتير قوي. طيب يعني إيه SLM بالظبط؟ التعريف بسيط جدا، هو أي لانجويج موديل حجمه صغير كفاية إنه يشتغل على جهاز عادي زي موبايلك أو اللابتوب بتاعك، ويكون سريع ومش بيهنج. الفكرة كلها إن بدل ما تبعت كل حاجة لداتا سنتر عملاقة، لأ، الأداة الذكية المتخصصة دي بتبقى موجودة جوه جيلبك. النقطة الجوهرية كلها متلخصة في الجملة دي، بتقول إن الاعتماد الأعمى على المودلز العملاقة في تصميم ال AI Agents هو مجرد مبالغة ومش ماشي مع اللي المهام دي محتاجاه أصلاً. بالبلدي كده ده زي ما تكون بتستخدم دبابة عشان تقتل ناموسة، أوفر جدا ومش عملي. تمام قوي. طيب إزاي المودلز الصغيرة دي بتقدر تبقى فعالة كده؟ السر في طريقة استخدامها اللي بنسميها طريقة مكعبات الليجو. بصوا على المزايا دي. أول حاجة، الانفرنس أو تشغيل الموديل أرخص من 10 ل 30 مرة. متخيلين الفرق في التكلفة؟ تانياً، الفاين تيونينج، يعني لما نخصصه لمهمة معينة بيخلص في ساعات مش أسابيع. تالتاً، نقدر نشغله على الجهاز نفسه، وده بيدينا سرعة وخصوصية. وأخيراً، هي بتستخدم البارامترز بتاعتها اللي هي زي خلايا المخ بكفاءة أعلى بكتير. وطريقة الليجو دي بقى حكايتها حكاية. بنمسك أي مهمة معقدة ونكسرها لمجموعة مهام صغيرة وبسيطة، بعدين لكل مهمة صغيرة بنجيب LLM متخصص فيها، ونبدأ نركب المودلز دي فوق بعضها زي مكعبات الليجو بالظبط عشان نبني نظام ذكي متكامل. ومش بنلجأ للموديل العملاق غير لما نكون مضطرين قوي، يعني لو في مهمة فعلا محتاجة قدراته الجبارة. كل ده كلام نظري جميل. طب على أرض الواقع بقى، هل المودلز الصغيرة دي أدائها قوي بجد؟ تعالوا نشوف أمثال حقيقية هتفاجئكم. الجدول ده بيلخص القصة كلها. شوفوا معايا، موديل زي فاي 2 من مايكروسوفت حجمه أقل من 3 مليار بارامتر بيتفوق على موديلز حجمها 30 مليار. وموديل XLM-A2 من سيلز فورس بيتفوق على GPT-4o وكلود 3.5 في مهمة اسمها تول كولينج اللي هي قدرته إنه يستخدم أدوات تانية. والأهم من ده كله، موديل ديب سيك بحجم 7 مليار بس بيتفوق على عمالقة زي كلود 3.5 وجي بي تي 4o في الريزنينج أو الاستنتاج المنطقي. ده دليل واضح إن الذكاء مش بالحجم خالص. ودلوقتي جاء وقت المقارنة المباشرة عشان نعرف إمتى نستخدم ده وإمتى نستخدم ده. الموضوع كله إننا نختار الأداة الصح للمهمة الصح. الخلاصة، ال SLMs هي الاختيار المثالي للمهام المتخصصة اللي بتتكرر كتير، أو لما السرعة والتكلفة يكونوا عاملين حازمين، أو لو عايزين نشغل الموديل على الجهاز نفسه. أما ال LLMs بنخليها للمحادثات العامة المفتوحة، أو الأسئلة المعقدة اللي محتاجة معرفة واسعة، أو المهام الإبداعية زي كتابة القصص. حلو جدا. كده الصورة بدأت توضح. خلينا نلخص أهم النقط اللي قلناها ونشوف إيه الخطوات الجاية للي حابب يخش في الموضوع ده أكتر. الملخص في كام نقطة سريعة. سوق ال AI Agents ضخم وبيكبر كل يوم. ال LLMs قوية بس غالية ومش عملية لمعظم المهام دي. ال SLMs أصغر، أرخص وأكتر تخصصاً،
بنقدر نستخدمها بنظام الليجو. والأهم، في مهام كتير جدا ال SLMs مش مجرد اختيار ممكن، لا دي هي الاختيار الأحسن. طيب لو حد بقى مهتم بالموضوع وحابب يعرف أكتر، إيه المفروض يعمله بعد كده؟ دي شوية كنوز كده ممكن تبدأوا بيها. دوروا على مصطلحات زي Agentic AI و Edge Deployment، وفي مصطلحات تقنية مهمة جدا زي PEFT واللورا. دي طرق بتخلي عملية الفاين تيونينج أسرع وأرخص بكتير. وبالنسبة للأبحاث العلمية، الورقة بتاعت انفيديا اللي الشرح ده مستوحى منها والتكنيكال ريبورت بتاع موديل Phi 3 يعتبروا أساسيين. وفي الآخر، السؤال اللي هنسيبه مفتوح هو ده: هل مستقبل الذكاء الاصطناعي هيبقى عبارة عن فريق متكامل من الخبراء الصغيرين المتخصصين كل واحد شاطر في حتة، ولا هيعتمد على عبقري واحد بس عملاق بيعرف كل حاجة؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي هتشكل صناعة ال AI كلها في السنين الجاية. شكراً جداً.